شكرا سيد سلطان، ياك عطيتنا فرصه من خلال الاشكاليه اللي اخترتها انت للحصه هذه، فرصه للجزائري باش يشوف من نفسه، لكن قلنا من زاويه يروح شغل يطلع على روحه من الخارج. قال ضرب دوره لتونس وشوفنا كيفاش، ماشي احنا نغنيو برواحنا ونطبلوا لنفوسنا ونقولوا احنا عظماء المغرب العربي. احنا الدوله الاخيره في الحق حقيقيا موضوعيا اخر دوله في المغرب العربي كما يسموه هي الجزائر. ودوك نقول كيفاش. كي نشوفوا التاريخ البعيد، رانا هضرنا على تونس كانت جايه بالدستور منذ 1000 سنه، 7 قرون قبل المسيح، في عهد قرطاج. نعم. المغرب الدوله المروك دولة تأسست منذ قريب 7 8 قرون، وهي نفس الحكام نفس النظام، سميه دوك انت الملكية، سميه المخزن، سميه يعني إمارة كما تحب، لكن دولة مستقرة مستمرة منذ 7، ماشي ما تبدل فيها. فرينها يعني. نعم. تونس والمروك ما تعرضوش إلى استعمار وين استعمار مثل الاستعمار اللي تعرضنا له احنا تمحينا. احنا الاستعمار جاء بشكل كولونيزاسيون دو بوبلومون، يعني جاو مليون فرنسي اسباني بورتوغي وايطالي ولا استيطاني جاو هنا، وحنا حطونا على الهامش، رماونا للجبال والصحاري، هما داو المدن وبناو المدن هما اللي بناو، ماشي احنا بنينا. اما هذه الظاهره ما ظهرت ولا في تونس ولا في المغرب وحتى ولا في ليبيا ايضا ما تعرضتش الى استعمار استيطاني كولونيزاسيون دو بوبلومون. كانت في وقت ما ايطاليا وشويه بريطانيا عبر يعني حسب ظروف الحرب العالميه الثانيه، الحرب العالميه الاولى. اذا احنا في المغرب العربي 4 دول هادو ما نذكروش، خليو على الجانب موريتانيا ومصر. هاد الدول هادو الدوله الغير المستقره في تاريخها، اللي تاريخها القديم غير واضح ومستقبلها يعني ماشي برك ماشي واضح، يعني سومبر اوبسكور، يعني مظلم، يعني فيه ظلام. رؤيتنا لمستقبلنا يعني تخوف مخيفه، وحنا الجزائريين شاعرين بها باللي يستيقظوا نهار يخلص البترول، يستيقظوا مستقبلهم يشوفوا باللي ما عندهمش فاش يشدوا، ما عندهمش تركيز. اقتصاد، شوف اقتصاد المغرب، اقتصاد تونس ما يتحولش ما يتغيرش، كان هكذا في القرن 19 قرن 18 قرن 20 وقرن 21، ما مش مرتبطين بالبترول. الجزائر هي نتيجه النفط. الجيري كما قال لك الاخر، كان واحد المؤرخ روماني يقول لك باللي ليجيبت ان برودوي دو نيل، مصر هي يعني نتيجه النيل. نعم. احنا نو سوم ان برودوي دو بترول، هذا ما كان. اذا نرجعوا لهذه، دوك تونس برمت هذا العقد، هذا اعطاها ضمانات، كل الضمانات باللي ما كاش دوله غدوه تقدر تعتدي على تونس او تحتل تونس، عندها الستاتيو هذا. المروك عنده نفس الستاتيو ولكن منذ الستينيات. نعم. منذ الستينيات. ليبيا دوك راهي في حاله كبيره. اما الجزائر دوك احنا عندنا في شرقنا تونس، في غربنا المغرب، كلهم عندهم ضمانات. احنا الجزائر عندنا واحد المقوله من بكري يفتخروا بها الحكام تاعنا، وهي عباره في الحقيقه جاهله، تحمل اكثر من الجهل، اكثر من الوضوح، من الرؤيه المستشرفه. يقول لك السياسه الجزائريه تعكس السياسه الخارجيه، تعكس السياسه الداخليه. احنا نعرف انه السياسه الداخليه كانت فشل على فشل. اذا السياسه الخارجيه اذا كانت تعكس الداخل عكس الخارج عندها فشل ايضا، وهي فشل لانه الجزائر مع عمرها دخلت في اي تحالف مع اي دوله، مع اي مجموعه من الدول، ولا على الصعيد العسكري ولا على الصعيد الاقتصادي المالي. كي طحت بينا في التسعينيات صبنا روحنا يعني بالمديونيه خانقه. الله ميرسي دو كلوب دو باري، دو كلوب دو باري. صبنا روحنا وحدنا. علاش؟ لانه دوك الدول الاخرى، الدول الكبرى اوروبا دوك عندهم علاقه ملاح معنا، لان عندنا النفط. كاينه حاجه احنا رانا نزودوهم بالغاز والبترول، خاصه الغاز يحتاجوا، هما ما عندهمش الغاز يجيبوه من روسيا ولا، ويحبوا يتحروا من التبعيه لروسيا لاسباب استراتيجيه. عندهم الجزائر جار قبل. اما واحد ما راهو يراهن علينا، بيرسون نو باري ان دولار سور نوتر افنير. عارفين باللي الدوله الوحيده، شوف كيفاش يعني الدول الاخرين تعمل المستقبل، تبني المستقبل. احنا حاضرنا هو اعاده معيشه الماضي. نوتر بريزون ايت اون فورم، يعني اون فاسون دو ريفيفر نوتر باسي. نقول لك بالمناسبه هذه، انا شفت قبل ايام الصور اللي عطتها لنا التلفزه حول المؤتمر تاع جبهه التحرير الوطني. تابعته كما كل الناس في التلفزه. نشوف الصف الاول من الناس المدعوين
كاين الصف الاول فيه السفراء الغرب والشرق وكل دول العالم. وفي القاعه هذيك تشوف يعني يوريو صور تاع الجزائر في عهد الستينيات والسبعينيات، ماشي صور يعني شغل ديزيكستري تاع التلفازه، يوريو لك صور حيه عن الجزائر الستينيات والسبعينيات ورؤسها انذاك. احنا الجزائريين مالفين بالهبال هذا وعايشين في الهبال هذا، كاننا يعني في دار المخلين عقليا، انا زيل دو فو، يوريونا باللي مستقبلنا هو ماضينا. اما انا تساءلت كي شفت الصور قلت واش راهم يفكروا فينا هاد السفراء تاع امريكا فرنسا بريطانيا كل الدول اللي تشوف الصور يقول لك شعب مهبول، هذا شعب مهبول، هذا شعب يعني راهو يشوف الماضي، ما عندوش مستقبل، ما عندوش صور حول المستقبل يعطيها لنا نشوفوها، او حول الحاضر يعطينا الصور تاع المجد تاع الستينات والسبعينات. كيفاش تحب تكون عند نقولوا باللي احنا دوله بالصحه يعني كامله ولا رانا عندنا مستقبل؟ ما عندناش مستقبل بهذا المنطق. معناها سيد نور الدين بكروح، احنا مادام رانا دائما في يعني حياه وموت المجتمعات، ميلاد المجتمعات، تمام. مستقبل المجتمعات، الشعوب الى اخره، يعني هل حقيقه اليوم الجزائر يعني في خطر؟ هل حقيقه كما كثير من السياسيين يقولوا بانه الاستقرار في الجزائر يعني راه وقف على الجزائر، وقف حب نقول بانه لا ستابيليتي اون الجيري تيريفيرسيبل، يعني لا رجعه فيها. لا هذا هبال، اللي فكر فيه هذا هبال. فاش انتم دوك وراكم تشوفوا الاستقرار هذا وين؟ قلنا باللي اقتصاديا باش يعيش الشعب هذا، باش يتقوت، باش يعني عندنا يعني الجيش باش يقدر يتمول يتجهز، الناس باش تقدر تاكل 90% من الشيء اللي نستهلكوه جاي من الخارج. مي هذا جاي من البترول، وانتم على بالكم وقلناها مليون مره وكل الناس قالتها باللي البترول هذا ومداخل البترول راه في تدهور. هاو كان رئيس الحكومه يهضر باللي منا على سنتين يخلص لنا احتياط هذاك الصرف وما عندناش باش نستوردوا، وحنا الناس نزيدوا نفكروهم خاوتنا هذوما العظماء الجزائريين باللي رانا نستوردوا 60 مليار، لازمنا 60 مليار دولار سنويا باش نعيشوا كما رانا عايشين هذا، كما رانا عايشين دوك. قال لي راه رابح لا وخاسر اللي في الفقر، اللي تحت عتبه الفقر، كما رانا درك باش نكملوا هكذا لازمنا 60 مليار دولار. راهي كانت تجينا في السنوات الاخيره من البترول، درك عاد يجينا شويه قل بيسك السنه هذه كاين ديفيسيت كوميرسيال، نعم. يعني اللي نستوردوه اكثر من اللي نصدروه، ديجا رانا نحسوا بلي، وهذاك الفجوه هذاك لو ديفيسيت رانا نغطيوها صندوق ضبط الموارد. نعم. كل جزائري والسلطه كل زعما وزير ورئيس مش عارف شنو فلان هذا ويلبسوا هكذا الكرافطه ويجي يخشن يصحح وجهه في التلفزه ويقول لك حنا لاباس، وانت تعرف باللي عندنا باش نعيشوا عامين. هذيك ما انه اب اسره عنده باش مدخول مثلا خدمه يضمن لاولاده وزوجته عامين خدمه، مي ولاده يقولوا له بابا كيفاش نديروا بعد عامين، ومرته تخاف والناس. حنا